كم واحد مننا راح لدكتور القلب بيشتكي ان هو لما بيعمل اي مجهود او يطلع سلم بيحس بتعب، والتعب دوت بيتدرج من اول ان هو ممكن يحس بوجع في صدره، حرقان في صدره، بعض الناس ان هي ما بتقدرش حتى تتحرك. الدكتور ساعتها بيبقى قدامه خيارات كتير قوي. اول حاجه بيكشف على العيان، يشوف ايه المشكله، يشوف التاريخ المرضي، يعمل له رسم قلب عادي ما يلاقوش فيه اي حاجه، يبتدي يعمل له رسم قلب موجود، تبتدي تظهر المشكله. ايه هو بقى رسم قلب الموجود ده اللي هنحاول نفهمه النهارده مع بعض. رسم القلب موجود بالمختصر، ربنا خلق القلب بيغذي شرايين معينه اللي هي الشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه ديت اثناء ما القلب الانسان بيبتدي يعمل مجهود، بيبتدي عضلات الجسم بتحتاج ان هي تاخد كميه دم اكتر، وبالتالي القلب بيبتدي يضخ دم بكميه اكتر. طبيعي ان القلب بيعمل مجهود زياده عن العادي بتاعه، فلازم هو كمان يتغذى بكميه دم زياده. ده بيتم عن طريق الشرايين التاجيه. فتخيل بقى لما يكون الشريان اللي بيغذي القلب دوت فيه مشكله، يبتدي الانسان يعمل مجهود او يطلع سلم او يتحرك، يبتدي اوريدي تظهر المشكله الرئيسيه اللي عنده. طب ايه فايده رسم قلب موجود، وايه هو بنعمله لمين ونعمله ازاي، وايه هو الموضوع بالظبط وايه حكايته؟ الموضوع بسيط جدا. انا المريض ببتدي احطه في محاكاه لمجهود محسوب ببروتوكول معين عالمي عن طريق السن باليوم، وببتدي اخليه يعمل مجهود. المجهود دوت اتابع فيه حاجتين، حاجه منهم بتكون اساسي على المريض ان هو لازم يوصلها لي، هي الاعراض. لدرجه ان انا كتير قوي العيان بقول له لو رجلك حتى وجعتك عرفني. طب ايه تاني؟ بتابع رسم القلب. طول ما العيان بيتوصل وبيتحرك على المشايه، بيبتدي رسم القلب بيتابع في اللحظه، علشان لو حصل اي تغيرات مع المجهود، معنى كده ان ابتدى يحصل قصور في الشريان التاجي نتيجه المجهود اللي بيحتاجه القلب اثناء الحركه والمجهود عن طريق المشي على المشايه، وبالتالي بقدر احدد اذا كان في قصور في الشريان التاجي من عدم. طب سؤال تاني مهم، هل كل عيان رسم القلب بتاعه بالمجهود ايجابي معنى كده ان هو عنده مشكله في الشرايين؟ لا، رسم القلب الموجود على قد ما هو اختبار سهل وبسيط، على قد ما هو حساسيته بتتراوح من 60 ل 70%. لان وارد كتير قوي ممكن تبقى حاجات تانية غير الشرايين التاجيه، العيان يبتدي يحس باعراض وبرضه في نفس الوقت يحصل تغيرات في رسم القلب، ومع ذلك المريض يظهر عندي ان رسم القلب ايجابي، وتيجي نروح نعمل له قسطره تشخيصيه نبص على الشرايين نلاقي الشرايين بتاعته سليمه. طب ايه العيان اللي انا عامل له رسم قلب موجود؟ العيان اللي عامل له رسم قلب موجود العيان اول حاجه اللي بيشتكي باعراض اثناء المشي، لان انا مش مجرد ان انا بسجل بيها اشوف تغيرات في رسم القلب وبس، لا، انا بشوف اذا كان بيحصل تغيرات في كهرباء القلب ولا لا، لان بعض الحالات ممكن يحصل له لخبطه في كهرباء القلب مع المجهود، ودي بتبقى دلاله اذا كان في مشكله في العضله او الصمامات او الشرايين. طب ايه كمان؟ ببتدي اقيم بيه عيان مثلا ركب دعامه واموره بقت كويسه والحمد لله الدنيا استقرت معاه، وعايز اقيم طب هو وضعه دلوقتي احنا وصلنا لفين، وانا كل ما عاوز اطمن عليه هروح اعمل له قسطره تاني؟ لا، الطبيعي ان انا اعمل له رسم قلب موجود واشوف العيان دوت قدر يمشي مده قد ايه عشان اعرف احدد بالتالي اذا كان الدنيا ماشيه مستقره معاه ولا لا. طب ايه تاني؟ بقدر احدد بيه الاكسرسايز توليرانس بتاع العيان، ان انا عيان دلوقتي هو عنده قصور بسيط وابتديت اديه. كان الاول لما ابتدى ان هو يمشي على المشايه كان بيمشي يا دوبك 3 دقائق بالظبط ويبتدي يتعب ويحصل تغيرات، ابتديت اكثف له علاجاته، ابتديت اشوف الدنيا ماشيه ازاي، ابتدت الاعراض تتحسن، فابتدي امشيه تاني اشوف هل دلوقتي في تحسن في المده اللي بيمشيها العيان ولا لا. لدرجه ان في عيانين ممكن يبقى في الاول ان ممكن رسم القلب بتاعه بعد 3 دقائق بيحس يتعب، مع العلاج وتظبيطات العلاج ممكن يكمل رسم قلب موجود من غير ما يحس باي مشاكل او مضاعفات. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنبتدي هنا نحط الداتا بتاعت العيان، ببقى انا قاعد متابع كل مرحله من مراحل رسم القلب الموجود، اللي هو كل 3 دقائق بيبتدي الجهاز السرعه تزيد، وابتدي اتابع رسم القلب لحظه بلحظه. غير كده كمان ببتدي اتابع ضغط الدم هل بيرتفع او بينخفض كل مرحله من مراحل رسم القلب الموجود، وفي نفس الوقت بيبقى قدامي لو في اي حاجه حصلت اقدر ان انا اوقف على طول. طب ايه كمان؟ بتابع الاعراض بتاع المريض. يعني الفكره في رسم القلب الموجود مش ان انا على قد ان انا اكمل الاستادي، على قد ان انا اقيم قد ايه العيان بيحصل تغيرات ولا لا. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا بقول للعيان انت مش هتاخد جايزه لما تخلص رسم قلب موجود وتخلصه، انا عايز اقيم حاله قلبك، هي انت مش هديه، انت مش هتطلع الاول لما تخلصه. كتير قوي من الناس ممكن يبقى راجل اساسا مش قادر، بس هو بالنسبه له الموضوع شخصيا كده، ازاي ما اقدرش اكمل ماشي 3 دقائق ولا 4 دقائق؟ لا، الموضوع مش كده خالص، ما تاخدش الموضوع شخصي كده وانا ازاي حصل لي مش عارف امشي دقيقتين على بعض. لا، فببدا اول حاجه ان انا انصح العيان اقول له احنا الاساس تقييم الشرايين مش ان انت تخلصه، ديت اول حاجه. وفي نفس الوقت بعض البنات ممكن او واحد الستات الموضوع عندهم اعراض بتيجي بالزياده قوي، هي مجرد مشيت دقيقتين مش قادره وهي اوريدي ما هيحصلهاش اي حاجه، فبقول لها لو انت الاعراض بسيطه حاولي على قد ما تقدر نكمل فيه، لو اعراض تعبتك فعلا بلغيه. نفس الموضوع على الرجاله، ما تتحملش على نفسك قوي، واول ما يبتدي يظهر اعراض بلغك، لان دوت هيخلي لينا قرار كتير قوي ممكن بعد كده. كتير قوي من الناس اللي نيجي نعمل لهم اساطر بيبقى المحرك الاساسي ان هو مجرد ما عمل خطوتين 3 او مشى دقيقتين 3 حصل تغيرات في رسم القلب، وبالتالي كانت النتيجه يلا محتاجين نعمل قسطره. كتير قوي ممكن احدد عن طريق رسم قلب موجود ان
العيان دوت عنده ضيق حرج في الشريان الرئيسي، بنشوفها كتير جدا نقول له لا انت لازم تروح تعمل قسطره حالا وفورا. انا شخصيا مره عيان وانا بعمل له رسم قلب موجود، ومجرد ما اتحرك بعد دقيقتين بدا الشريان يتقفل بالكامل لان كانت نسبه الضيق عنده الحرجه، والحمد لله قدرنا نلحقه وندخله القسطره ونلحق له الشريان وتركب له دعامه في لحظتها. علشان كده رسم قلب موجود على قد ما هو اجراء بسيط، على قد ما هو بيخلي العيان ازاي تحطه على التراك اللي هو محتاج. هل انت محتاج علاج ولا لا؟ هل انت ما عندكش حاجه من الاساس؟ هل انت محتاج تعمل قسطره ولا لا؟ تاني حاجه، المرضى اللي هم اوريدي عندهم مشاكل وابتدوا معاهم اجراء اذا كان تداخلي او علاجي، بقدر اقيم القسطره دلوقتي الوضع ماشي ازاي، وبقدر اقيم العلاج اذا كانت الدنيا دلوقتي بالنسبه له كويسه ولا لا. حاولنا النهارده نحاول نشرح مع بعض كده موضوع رسم القلب الموجود. اتمنى ان يكون المعلومه وصلت لكم. معاكم دكتور عبد الله برحاب، استشاري امراض القلب.